السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأصدقاء الأعزاء، بارك الله في أوقاتكم بالخير كله، وجعلها أوقات طاعة وبركة واستجابة. اليوم إن شاء الله نتحدث في موضوع مهم جدا يشغل بال الكثير من إخواننا وأخواتنا، وهو: لماذا يتعب الشخص الزوهري ويزداد إرهاقه وتعبه الشديد خلال شهر رمضان المبارك؟ نحن جميعا نعلم الحديث الشريف الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية أخرى: وسلسلة الشياطين. إذن الشياطين في رمضان مغلولة ومصفدة، محبوسة، لا تستطيع الخروج والإفساد كما في بقية الشهور. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نرى ونسمع من كثير من الزوهريين أن تعبهم يزداد وإرهاقهم يشتد وحالتهم تسوء في هذا الشهر الفضيل بالذات، بل قد يصل الأمر إلى نوبات شديدة أو تعب جسدي وروحي غير مسبوق؟ دعوني أوضح لكم الأمر بوضوح، خطوة بخطوة. أولاً، يجب أن نفهم الفرق الكبير بين حالة الزوهري وبين حالة المسحور العادي أو المصاب بالعين أو الحسد البسيط. الشياطين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والتي تصفد في رمضان هي تلك الشياطين التي تصعد إلى السماء لتسترق السمع، تسمع الأخبار من الملائكة ثم ترمي بها الكهان والعرافين. هؤلاء هم الذين يغلقون ويسلسلون في رمضان، فلا يستطيعون الصعود ولا التنصت. أما الشياطين الأخرى، شياطين الوسوسة والشياطين المقيمة داخل الجسد والمرافقة للإنسان، فهذه تبقى نشطة في رمضان وفي غير رمضان. ودليل ذلك واضح جدا، تجدون في المساجد خاصة في صلاة التراويح أناسا يصرخون فجأة أو يهيجون أو يصابون بنوبات تشنج أو صراخ أثناء سماع القرآن الكريم أو الرقية الشرعية. هذا يحدث في رمضان أكثر من غيره أحيانا، لأن القرآن يتلى بكثرة والرقية تقرأ، فتتحرك هذه الشياطين وتتأثر. إذن السحر نفسه يبقى موجودا ليلا ونهارا، لكن اهتزازاته وطاقاته تضعف في رمضان بشكل ملحوظ. لماذا؟ لأن طاقة الخير، طاقة الإيمان، طاقة الروحانية الإلهية تكون في أوجها في هذا الشهر. الصيام يقوي الروح، الصلاة والقيام يرفعان الهمة، الدعاء مستجاب، فتصبح الطاقة الإيجابية أقوى بكثير من الطاقة الشياطينية. لذلك حتى السحرة أنفسهم غالبا ما يتوقفون عن أعمال السحر في رمضان، لأن مرضاهم يكونون مقيدين أكثر والعمل يضعف تأثيره. لكن بالنسبة للزوهري القصة مختلفة تماما، وهي حالة خاصة جدا تحتاج إلى تفسير دقيق. الآن انتقل إلى الجوهر الحقيقي للموضوع، وهو حالة الزوهري بالذات. اعلموا بارك الله فيكم أن الإنسان الزوهري ليس مجرد شخص مصاب بسحر أو مس شيطاني عادي، بل هو حالة خاصة جدا، حالة تشبه أن يكون الإنسان وجبة دسمة أو إفطارا شهيا لنوع معين من الجن، وهم الجن الزهري أو الشياطين المرتبطة بهذه الطاقة. هؤلاء يتغذون عليه، يستمدون قوتهم من طاقته الإلهية التي وهبها الله له، فيأخذون من بركته ومن نوره دون أن يشعر في أغلب الأحيان. يجب أن نفرق هنا بين نوعين من الزهريين: الزهري العارف والزهري الجاهل. حديثي اليوم موجه أساسا إلى الزهري الجاهل الذي لا يعرف طبيعة ما يملكه ولا كيف يحميه ولا كيف يستغله في الخير. أما الزهري العارف وهم قلة، فقد فعل طاقاته الروحانية، أغلق المنافذ، حصن نفسه بالأذكار والأوراد والرقية اليومية، فأصبح الجن لا يستطيعون أن يأخذوا منه شيئا يذكر، لا قليلا ولا كثيرا، بل لا يستطيعون حتى أن يستخدموا ما ينظفون به أسنانهم من طاقته. هذا النوع محمي بإذن الله وطاقته محفوظة. أما الزهري الجاهل وهو الأكثرية للأسف، فهذا المسكين يعيش في حالة من الضعف الشديد،
يشعر دائما أنه محاط بالسحر، محاصر، مستهدف من كل جانب. وعندما يدخل رمضان يجد نفسه فجأة في وضع أسوأ، مكبل، مربوط، مسلسلا بالكامل. تخيلوا معي شخصا يريد أن يعبد الله، يريد أن يصوم، يريد أن يصلي، يريد أن يقوم الليل، لكنه يجد نفسه مربوطا من كل جهة. يأتيه نوم ثقيل مرعب، نوم عميق جدا يشبه الغيبوبة أحيانا. ينام في الليل ويستمر نائما في النهار، لا يستطيع الاستيقاظ إلا بصعوبة بالغة. ثم يبدأ الكسل الشديد، الخمول الذي لا يطاق، الفتور في العبادة، الإرهاق الجسدي والنفسي معا. يشعر بألم في الجسم كله، يتعب جدا إذا حاول الذهاب إلى المسجد، قد يمرض فجأة قبل الوصول إلى باب المسجد، أو يشعر بدوار شديد أو ضيق في الصدر. وحتى بعد الإفطار لا يجد راحة، بل يبقى متعبا، مشوشا، غير قادر على التركيز في القراءة أو الذكر أو حتى الحديث مع أهله. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. لماذا يحدث هذا كله في رمضان بالذات مع أن الشياطين مصفدة؟ الجواب بسيط وعميق في آن واحد. لأن الزهري الجاهل يتعرض في الأصل إلى سحر تعطيل وسحر تخمير، أي تثبيط وعرقلة، يضاعف تأثيره في رمضان بسبب وجود رفيق شيطاني خبيث ملازم له طوال الشهر. هذا الرفيق هدفه الوحيد منع الزهري من إغلاق المنافذ والثغرات في جسده، تلك التي نسميها قنوات الطاقة أو المداخل الروحانية. هذه القنوات مفتوحة عنده، فيدخلون ويخرجون بحرية، يسرقون من طاقته الإلهية التي أودعها الله فيه وهو لا يدري. هذه القنوات أو المنافذ الطاقية التي نتحدث عنها ليست شيئا خياليا، بل هي حقيقة روحانية مذكورة في كتب أهل العلم والرقية، وتظهر آثارها بوضوح في حياة الزهري الجاهل. الزهري بفضل الله يحمل طاقات إلهية خاصة، نورا من الله عز وجل، بركة موروثة في الدم أو في العين أو في اللسان أو في اللمس أو في البصيرة. وهذه الطاقات تجعل الجن الشيطاني يشتهي الاقتراب منه والتفدي عليه، لكن بما أنه جاهل بطبيعة ما يملك، فهو لا يعرف كيف يحمي هذا النور، لا يحصن نفسه يوميا بالأذكار، لا يقرأ الأوراد الواردة، لا يداوم على الرقية الشرعية، فتبقى أبوابه مفتوحة على مصراعيها. فيأتون عليه كما يقول بعض العارفين بخيلهم ورجلهم، يدخلون ويخرجون، يسرقون من بركته، يستنزفون طاقته، يجعلونه يشعر دائما بالضعف والإعياء، حتى في أقوى الشهور إيمانا مثل رمضان. تخيلوا معايا، الإنسان الزهري في رمضان يفترض أن تكون طاقته في أعلى درجاتها، لأن الصيام ينقي الجسد والروح، والقرآن يملأ القلب نورا، والعبادة ترفع الدرجات. لكنه بدلا من ذلك يجد نفسه أضعف ما يكون، لأن هؤلاء الشياطين يعملون بجهد مضاعف لمنعه من الاستفادة من هذه البركة الكبيرة. والأنواع المختلفة للزهرية كثيرة، وكل نوع له خصوصيته. هناك زهري الدم الذي يستمد منه الشفاء أحيانا بالتبرع بالدم أو مجرد الاقتراب، وزهري العين الذي يرى ما لا يراه الآخرون، وزهري اللسان التي تستجاب دعوته بسرعة، وزهري القتال أو المحارب الذي يملك قوة روحانية في المواجهات، وزهري البصيرة الذي يكشف الأمور الغيبية، وزهري اللمس الشافي الذي يشفى به المرضى بلمسة بسيطة بإذن الله. كل هذه الأصناف والدرجات والألوان موروثة، تنتقل عبر النسب، قد يولد بها الإنسان وهو لا يدري، وقد يعيش عمره كله دون أن يعرف سر ما يحمله. ونحن نرى هذه الحالات يوميا، سواء في المغرب أو في الجزائر أو في دول أخرى زرناها، أبناء وبنات، شباب وكبار، يعانون في رمضان معاناة شديدة لا توصف. يقول أحدهم: أشعر أن جسدي ثقيل كأنه مربوط بحبال، وآخر يقول: أنام أنا صائم ولا أستطيع القيام إلا بعد جهد جهيد، وثالث يشكو: كلما أردت قراءة القرآن أو الذهاب إلى المسجد يأتيني دوار أو غثيان أو نوم مفاجئ. هذه ليست مصادفة، بل هي نتيجة مباشرة لتلك المنافذ المفتوحة التي يستغلها الشيطان وأعوانه ليحولوا بين العبد وبين ربه في أعظم الشهور. لكن وهذا هو الأمل الكبير، رمضان ليس مجرد شهر تعب بالنسبة للزهري الجاهل، بل هو فرصة ذهبية، فرصة قوية جدا، فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة. في هذا الشهر تكون الطاقة الإلهية في أوجها، والشياطين وإن كانت بعضها نشطة إلا أن تأثيرها يضعف أمام الإيمان والصيام والدعاء.
إذن يمكن للزهري أن يستغل هذه الفرصة ليغلق تلك المنافذ نهائياً، ليحمي طاقته، ليفعل نوره الإلهي، وليحول نفسه من ضحية إلى منتصر بإذن الله. الآن نأتي إلى النصيحة العملية، والتي هي قلب الموضوع وسر النجاة لكل زهري جاهل يريد أن يتحول إلى زهر عارف في هذا الشهر المبارك. اعلموا بارك الله فيكم أن رمضان فرصة قوية جدا، فرصة لا تعوض، لأن فيه تتضاءف الأجور وتفتح الأبواب وتغلق الشياطين عن كثير من أعمالها، وتكون الطاقة الإلهية في أعلى مستوياتها. فإذا استغللتم هذه الفرصة بالطريقة الصحيحة، يمكنكم إغلاق تلك المنافذ والثغرات نهائياً، وتحصين أنفسكم واستعادة طاقتكم الإلهية التي سرقت منكم سنين طويلة. أول وأهم نصيحة أقدمها لكم اليوم وأكررها بشدة: كثروا من قراءة سورة قاف والآية الكرسي، ركزوا عليهما بشكل خاص، اجعلوهما وردكم اليومي الثابت، لا تفوتوهما أبداً. اقرأوا سورة قاف كاملة مرة أو مرتين يومياً، وآية الكرسي بعد كل صلاة، وبعد الفجر، وبعد العشاء، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي كل وقت تشعرون فيه بثقل أو نعاس أو تعب. اقرأوهما بتركيز وإلحاح، بقلب حاضر، واستعينوا بالله أن يغلق بهما تلك الثقوب والمداخل الشيطانية. ستتعبون في البداية، نعم، ستشعرون بثقل أكبر أو نوم أعمق أو مقاومة من الشيطان، لأنه يعلم أن هاتين السورتين بإذن الله تغلقان البوابات التي يدخل ويخرج منها، وتستبدلان الطاقة السلبية بطاقة إيجابية نقية. سورة قاف تحمل سراً عظيماً في إغلاق المنافذ الروحانية، فهي تتحدث عن خلق الإنسان ومراقبة الله له، وتذكر بالموت والحساب، فتقوي الروح وتضعف الشيطان. وآية الكرسي كما ثبت في الحديث تحمي من الشيطان طوال الليل إذا قرأت قبل النوم، فكيف إذا داومتم عليها في النهار والليل معاً؟ ثانياً، زد من الأذكار اليومية المأثورة، خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلاة. ولا تنسى الاستغفار الكثير: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرروها 100 مرة أو أكثر يومياً. الاستغفار يمحو الذنوب التي تفتح بها أبواب الشيطان، ويجلب الرزق والبركة والحماية. كذلك أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تطفئ نار الشيطان وتقوي النفس. ثالثاً، أعطوا الصدقة السرية قدر استطاعتكم حتى لو كانت قليلة، فالصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع البلاء وتحمي من الشيطان. اجعلوها سراً بينكم وبين الله، لا تظهروها لأحد. ورابعاً، حاولوا الاعتكاف ولو ليال قليلة في العشر الأواخر إن أمكن، أو على الأقل زيادة الصلاة والدعاء في البيت. العزلة في رمضان خاصة في العشر تعتبر أقوى وسيلة لتفعيل الطاقة الضوئية وإغلاق البوابات السلبية، لأن فيها تطهيراً شاملاً للروح والجسد بإذن الله. واعلموا أن هؤلاء الشياطين يخافون جداً من إغلاق هذه المنافذ، لأنه إذا أغلقت في رمضان فبعد انتهاء الشهر ستضيع عليهم الخريطة كلها. سيبحثون عنكم فلا يجدونكم، يأتون إلى بيتكم فلا يعثرون عليكم، يذهبون إلى عملكم أو دراستكم فلا يجدون أثراً لكم، لأن طاقتكم أصبحت محمية ومغلقة عليهم. هذا هو الهدف الأسمى، أن تخرجوا من رمضان وقد تحولتم من زهري جاهل مستنزف إلى زهري عارف محمي مستفيد من نور الله فيه. الآن بعد أن وضحنا الأسباب والآليات والنصائح العملية، دعوني أختم معكم بهذه الرسالة الأخيرة التي أرجو أن تكون محفزة وقوية في نفوسكم. اعلموا بارك الله فيكم أن الزوهرية ليست لعنة، بل هي نعمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة إذا حسن استخدامها وحفظت. أنتم تحملون في داخلكم نوراً إلهياً، طاقة خاصة جعلها الله فيكم لتكون سبباً في نفع الناس، في الشفاء، في الكشف، في الدعاء المستجاب، في المواجهة مع الشر، أو في أي من ألوان الزوهرية التي ذكرناها. لكن هذه النعمة تصبح عبئاً ثقيلاً إذا تركتموها مفتوحة للشياطين يسرقونها ويستنزفونها. رمضان هو الوقت الأمثل لتستردوا هذا النور، لتغلقوا الأبواب التي فتحتموها بجهلكم أو بغفلة، ولتفاعلوا طاقتكم الضوئية التي تسمى عند أهل العلم الطاقة الزوهرية المفعلة.
هذه الطاقة لا تفعل إلا بالعزلة الروحانية، بالذكر الكثير، بالصيام الصادق، بالاستغفار الدائم، بالصدقة الخفية، وبقراءة الأوراد المخصصة مثل سورة قاف وآية الكرسي التي أكدنا عليها. إذا داومتم على ذلك خلال الشهر كله، خاصة في العشر الأواخر التي هي أفضل أيام السنة، فإنكم بإذن الله ستخرجون من رمضان وقد تغيرتم تماما. تخيلوا معي، بعد العيد يأتي الشيطان وأعوانه يبحثون عنكم كالمعتاد، يريدون الدخول من تلك المنافذ القديمة فيجدونها مغلقة محصنة، لا يجدون طريقا إليكم، يذهبون إلى بيتكم فلا يجدون أثرا للضعف الذي كانوا يستغلونه، يذهبون إلى عملكم أو دراستكم أو علاقاتكم فلا يستطيعون التسلل. أنتم الآن في حماية الله، طاقتكم محفوظة، نوركم يزداد، وأنتم قادرون على استخدامه في الخير، في نفع أنفسكم وأهليكم والناس من حولكم. سبحان الله، كم هو عجيب هذا الشهر. يأتي الضعيف فيه فيخرج قويا، يأتي المرهق فيه فيخرج مرتاحا، يأتي الزوهري الجاهل فيه فيخرج زوهريا عارفا محميا. هذا ليس كلاما نظريا، بل واقع عشته مع الكثير من الإخوة والأخوات الذين طبقوا هذه النصائح بصدق، فتغيرت حياتهم بعد رمضان تغيرا جذريا. بعضهم كان ينام أياما كاملة في رمضان، وبعد تطبيق الورد اليومي والاعتكاف أصبح يقوم الليل ويصوم التطوع ويشعر بالراحة والقوة. أخيرا أدعوكم جميعا، وأخص بالدعاء إخواني وأخواتي الزهريين، أن تجعلوا من رمضان نقطة تحول حقيقية في حياتكم. لا تتركوا الفرصة تمر دون استغلالها. ابدأوا اليوم من الآن في هذه الأيام العظيمة المباركة، العشر الأواخر. زد في الأوراد، زد في الدعاء، زد في الاستغفار، أعطي الصدقة، اعتزل قليلا للعبادة، واقرأ سورة قاف وآية الكرسي بإلحاح. أسأل الله أن يمن عليكم بالشفاء التام والحماية الدائمة والقوة الروحانية، وأن يجعلكم من الذين ينفعون بهذه النعمة ولا يضرون بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم، وجعل رمضان عليكم شهر عزة وقوة ونصر وفتح.